مرحبا أصدقائي، الفيلم يبدأ مع جاي وي الحاصل على مجموعة من الشهادات في الاقتصاد والاجتهاد. والداه كان قد توفي ويعيش لوحده. ربيا والداه على الاقتصاد في كل شيء. أمه كانت تهتم لكل تفاصيل حياته، بداية بورق الحمام، الصابون، الماء. تعود على ذلك وطبقه حتى في كبره. الماء الذي كان يستخدمه هو الماء الذي يتقاطر من الصنبور. تحرك العداد يعني أن هناك ضياع. كل شيء في حياة جاي وي كان بحساب. استطاع أن يجمع 803,380 ين، تقريبا 1,110,000 درهم مغربي. خطته كانت جمع 1,000,000 ين. تنقلاته كانت بواسطة دراجة متهالكة يربطها بعد وصوله لبيته قرب منزل جاره الذي ذاق ضرعا من أفعاله ومن بخله. جاي وي لا يقتني أي شيء إلا بعد أن يتوصل برسالة خصم أو عرض خاص لمنتوجات اقتربت مدة انتهاء صلاحيتها. عند الدفع يقدم القسائم بدل النقود. القسائم التي ربحها مثلا هنا 62 ين، دفع فقط 0.85 ين. في مرة رئيسة جاي وي طلبت منه أن يعطي هدية لشخص ما ليكمل للشركة مجموعة من الحسابات والضرائب لاقتراب نهاية السنة، فاقترح عليها أن يقوم هو بالعمل لإتقانه وليحظى بالهدية المقترحة من طرف المديرة. في المسعد التقى بسيدة تحمل طفلها الذي كان يلعب بمسدس ألعاب. فجأة في المستشفى الأطباء من صور الأشعة وجدوا أن عنده سرطان في الدماغ وفي مراحل متقدمة. سألوا على العائلة، لم يكن معه أحد فقد أتى لوحده. شرحوا له الحالة وأن انتشار المرض سنتيم آخر سيؤدي لوفاته. السرطان كل يوم ينتشر ب0.1 سنتيم، أي أن 10 أيام كافية لموته. ليتأكد طلب منه الطبيب رؤية طبيب آخر. الطبيبة طلبت منه 1500 ين لجهاز الكشف. مستشفى القديم كان قد قبض منه فقط 1350، وليقتصد كالعادة طلب منها أن يرى المستشفى الأول لإعادة الكشف. أعطى صور الأشعة للأطباء ليقارنوهم ونفس النتيجة. بعد أن زار قبر والديه، جاي وي ذهب عند جاره، طلب منه أن يتفقده إن غاب عن الأنظار. مد له المفاتيح، تركه يتكلم ودخل. تذكر جاي وي مخطط 1,000,000 في الصباح. أول شيء ذهب ليفطر في نفس المكان، لكنه هذه المرة لم يفطر، فقط سأل الرجل المكلف هناك المدير المطعم، قال له عن أمنيته إن بقيت له فقط 10 أيام ما الذي سيرغب في تحقيقه. نيو قال له أنه سيذهب لسانيا ليبيع كل ممتلكاته، ومن ثم سيلتقي برفقائه القدامى ويتمتع معهم بتلك النقود. جاي وي صعد دراجته، حمل معه مجرفة وذهب لنفس المكان الذي كان يذهب له كثيرا مع أصدقائه وهم صغار. هناك كانوا قد توعدوا الثلاثة تشاي باي هوا، تشو دالي، دونغ جيفانغ على أن يكونوا كالإخوة. جاي وي كان قد وعدهم أنه إن كبر وكان رجلا غنيا يشتري لهم كل ما يطلبونه منه ويحقق لهم كل ما يرغبون فيه. المهم، أمنية تشو دالي كانت أمنيته أن يكون نجم في فنون القتال. دونغ جيفانغ كانت أمنيته أن يسوق سيارات السباق. تشاي باي هوا كانت أمنيته أن يكون غني ودائما في دور القيادة. المهم، قرر أن يبدأ في تحقيق حلم طفولته. رجع جاي وي بدراجته، قدم الاستقالة، باع منزل والديه، ذهب للتحقق بعدها من حسابه البنكي، وجد 1,600,000 ين. أول واحد التقى به جاي وي كانت تشاو باي هوا. كل بنات ثانوية كن معجبات به، لكن هو كان لا يهتم، فهو يرى أن المرأة لم تخلق لتبادر، الرجل هو من عليه دائما أن يكون في القيادة. ولكن واقعه للأسف يقول العكس، فقد كان هو خلف زوجته الناجحة التي كانت سيدة أعمال معروفة. المهم، قررا معا أن يذهبا لرؤية الأصدقاء الآخرين. ذهب لرؤية تشو دالي الذي قام مديره بطرده لأنه يترك العمل ويبقى مع الجمهور يشاهد مباريات المصارعة. من بعدها ذهبوا لدونغ جيفانغ الذي كان حلمه أن يسوق سيارات، لكنه في الواقع يسوق قطار الأطفال. ابنه الصغير كان يخجل أمام أصدقائه من مهنة أبيه. جاي وي ذهب مع أصدقائه لمطعم وشرح لهم حالته، وطلب منهم أن يقضي معهم آخر أيامه لأنه بدون عائلة، وقال لهم أن عنده 1,000,000 ين
يريد الاستمتاع بها معهم. جاي وي وهو في شبابه في الثانوية، والده كان قد آذوا عائلة تشودالي، فهم كانوا يعرفون بمسألة تسريح جماعي في الورشة التي كانوا يعملون بها جميعا، وكانوا قد بحثوا عن مكان آخر ولكنهم لم يعلموا أي أحد. جاي وي أيضا كان يعرف بالأمر ودائما كان يرافق تشودالي، لكنه لم يخبر أي أحد بالأمر. عائلة تشودالي لما عرفوا بهذا كانوا قد انفجروا غضبا من هذا التصرف، وأخبروا ابنهم أن لا يرافق مرة ثانية جاي وي. وقررت العائلة بعد ذلك أن يغيروا مكان منزلهم لمدينة أخرى. تشاي باي هوان زوجته لم يكن لها وقت للعائلة، فكان هو يلعب دورها وسط العائلة. دونك جي فانغ ابنه كان معجبا بمغني راب معروف دانكو، لم يكن مقربا من والده أصلا، كان بالعكس كان يتهرب دائما منه، فهو يرى والده لا يفهمه أن هوايته مختلفة. التقى الأصدقاء الأربعة في نفس المكان الذي كانوا قد تعاهدوا فيه وهم صغار. أخرجوا النقود من البنك، وأول شيء اختاروا الفندق الذي سيقيمون فيه في هذه المدة. دونك جي فانغ هو الذي كان مكلف بالقيادة. بدأوا بصرف النقود، ذهبوا للألعاب، اشتروا الكثير من الذخيرة للرماية. الأطباء كل يوم يراقبون حالة جاي وي. عند إحساسهم بالملل ذهبوا أماكن أخرى كالمأكولات البحرية، ذهبوا للملاهي الليلية. كل الهوايات التي كانوا يرغبون بها بدأوا بتحقيقها. في صباح اليوم التالي وجدوا جاي وي مغمى عليه، ظنوا أنه قد توفي حتى استفاق وبدأ بالاستفراغ لأنه كان تملا. نزل الأصدقاء ليتجولوا في المدينة، اشتروا مثلجات حتى اقترح عليهم تشودالي تبديل الروتين والذهاب لمكان جديد سيعجبهم بعد ذلك. عند وصولهم عرفوا أن المكان خاص بمراسم الجنائز. هناك التقى جاي وي بأول حب في حياته، وانغ تشاو جيا، كانت تعمل هناك. أخبرها أنهم فقط بالصدفة كانوا مارين من ذلك المكان وزاروا ذلك المكان لتغيير الروتين. سألها إن كانت قد تزوجت في هذه المدة، قالت له نعم، زوجي أصلا تعرفه، كان قد تشاجر معها قديما، وجاي وي هو من كان قد دافع عليها وأسقط له سنا. زهانغ مينغ جو كان قد توفي وزاروه في المقبرة. قبره لم يكن مكتملا في المراسم لأنه لم يجد المال، ومات وقد ترك زوجته مديونة لأناس. جاي وي اختار هناك قبر، أراد أن يشتريه، طلب منها أن يجرب التغسيل من باب الفضول، لكن عندما انتهت سألته ماذا هناك لأن الأمر يعني غريب عليها. سرد لها القصة، أخبرها بكل ما هناك. جاي وي بقي في المنزل ينتظر رسالة منها، وأخبر قبل ذلك أصدقائه أن ذلك اليوم سيعمل فيه بوز، يعني لا يرغب في الخروج ويريد فقط الراحة، إلى أن تفاجأوا كلهم أن وانغ آتي للفندق عند جاي وي. عند رؤيتهم لوانغ كلهم خرجوا الواحد تلو الآخر، لكن الأصدقاء انتظروهم خارجا. من بعد ذلك تبعوهم بسيارة أجرة، تبعوهم لكل الأماكن التي ارتادوها. ذهبوا للتسوق، هناك كان الأصدقاء يعني يرونهم من بعيد. عند انتهائهم من الشوبينج في الطريق، جاي وي كان قد رأى شجرة كانت وانغ قد صعدت تسلقتها وهم صغار، وهناك كانت هذيك أول يوم يرى فيها وانغ. أخبرها أن مكان الثانوية قريب من هناك، يرغب بزيارتها، يعني استحضار الذكريات القديمة. عند وصولهم للثانوية التقوا برجل وانغ كانت قد استلفت منه نقودا، كان مصرا على أخذ نقوده حالا. يعني في ذلك الوقت حاولت إفهامه أنها لا تملك شيئا في ذلك الوقت، حاول استفزازها، طلب منها أخذ النقود من حبيبها الجديد على حد قوله. جاي وي تدخل ليضع حدا للأمر. المحصل الديون نادى أصدقائه، وانغ طلبت من جاي الهروب. أصدقاء جاي وي كانوا قد التقوا مدرسهم القديم بالثانوية. عندما رأوا جاي ووانغ يعني يجرون ووراءهم العصابة التي تلاحقهم تبعوهم. وانغ صعدت شجرة، جاي قرر المواجهة. وانغ اتصلت بالشرطة. بعد ذلك أمام مركز الشرطة عرض جاي وي على وانغ المساعدة بدفع ديونها فرفضت. المهم ذهبوا جميعا لشرب مشروب. بعد ذلك يعني أوصلوا
وونغ لمنزلها. جيوي وأصدقائه في اليوم الأخير لبسوا الأسود وذهبوا للمكان الذي كانوا يتواعدون فيه وهم صغار. أعطاهم الورقات وطلب منهم تحقيق الأمنيات التي كانت لديهم، إلا أن هناك من غيرت الأمنيات. مثلا جيفانغ أصبح حلمه الآن أن يتقرب من ابنه الذي يوجد فجوة كبيرة بينهم، وأراد تحقيق ما يتمناه ابنه، فأصبح حلمه الآن أن يتعلم الراب من أجل ولده، لأن ابنه عنده إعجاب كبير بالرابور دانكو. باي هو أخبرهم أنه لا يعرف ماذا للآن، لا يعرف ماذا يريد تحقيقه، الأمنيات التي كانت لديه اختلفت الآن. جيوي طلب منهم أنه لا يريد البقاء هناك، يريد الذهاب لمنزله القديم. عند وصولهم فتح الثلاجة وبدأ يوزع الأكل عليهم. عندما بدأ بأكل النقانق سقط أرضا وحملوه للمستشفى. هناك أخبره الطبيب أنه كل التحاليل التي كانوا يعملونها بجهاز الأشعة كانت غالطة، يعني غير صحيحة، لأن الجهاز كان به مشكل وأنهم كانوا يتصلون به لا أحد يجيب. جيوي تغيرت لهجته وكلامه مع جيفانغ وأصدقائه. طلب منهم أن يسرعوا في الطريق ليرجعوا السيارة، فهم يحسبون عليهم أجرة كل يوم، وأنه يرغب بمزيد من المال. أخبرهم أنه يريد المال بين يديه. نزل جيفانغ ليحضر له المال. هناك أخبر تشاو بيهوا أنهم يرغبون فقط بالمزح معه قليلا. بدأوا باللعب بالمحفظة، كل واحد يرميها للآخر. تشاو دالي عندما أراد أن يرمي المحفظة رماها للنهر الموجود في أسفل تلك القنطرة. جيوي تبع المحفظة في النهر، بدأ بالسباحة وبالبحث. هناك كان سيغرق فتبعوه الأصدقاء لينقذوه، خرجوه من النهر. جيوي بدأ بالصراخ وبالصياح على صديقيه. أخبره أنه سيرد له المال، فهناك انفجر غاضبا، قال له أنه أنت فاشل في العمل، لحد الآن أنت لا تجد عمل. جيفانغ دفع عليه، قال له أنه يحترمك، لماذا تصرخ عليه هكذا؟ هناك هاجمه أيضا، أخبره أنه فاشل في حياته الزوجية، أن ابنه يتهرب منه للقائه، لا يرغب بالكلام معه. باي هو كان قد عثر على الحقيبة، لكنه كان يتفرج من بعيد. ترك الحقيبة وذهب ليتكلم معهم. تشاو بي هو أخبر جيوي أنه يهتم بالمال أكثر منهم، فقال له أنك أصلا فاشل، زوجتك هي التي تهتم بكل شيء، هي التي تصرف، وأنت فقط كالدمية وراءها تسيرك كما تشاء. فتركوه جميعا وذهبوا. ذهب جيوي للمكان الذي كانوا يتعلمون فيه الرماية، وأراد بيع الذخيرة التي سبقت له، لكنه أخبروه أنه لا يمكن ذلك. عمل لافتة، لكن عندما أراد البيع للعموم، الشرطة عندما لاحظت ذلك ظنوا أنه يبيع الأسلحة وكل ما هو متعلق بذلك. ذهب جيوي عند وانغ، أخبرها بالجديد ومسألة المال وما الذي جرى مع أصدقائه. أخذت كل الهدايا التي كان أعطاها والتي اشترى لها، الملابس التي كان اشترى لها. قالت له أنه كل شيء لازال جديدا لم تستعمل، يمكنه أن يرجعهم، لكنه أبى أن يأخذ أي شيء منها لأنها هدية. ذهب لمنزله فطردوه منه لأنه كان قد باع. ذهب بعد ذلك للمكان لأنه لم يجد أي مكان يبات فيه من غير القبر هو الذي كان يمتلكه. هنالك داخل القبر وجد العلبة التي كانت كانوا قد دفنوها قديما بأمنياتهم الأربعة. هناك وجد فيها 3 ورقات جديدة. في الورقة الأولى كانت من تشاي بيهوا، رسالة كالآتي: أخي الكبير، أنت الآن هو الأول، سأكون متقدما عليك في كل شيء وسترى ذلك. سأكون شخصا غنيا وناجحا أكثر منك أنت الآن. الورقة الثانية كانت من تشاو دالي: أخي العزيز، إذا رجعت لحياة أخرى في شخصية أخرى، أرجو أن لا تبدل شيئا فيك.
لأنني أريد أن ألتقيك مرة ثانية. البخل الذي يوجد فيك الآن أرجو ألا تتعامل به مع ملك الموت أيضا. الورقة الثالثة كانت من جيفانغ. هل تتذكر أخي يوم الاحتفال بالثانوية؟ أنا الذي كنت قد عملت لك اللافت، وضعت اسمك فوق، الكل كان يراه. أنا الآن من سأتولى عمل اللافتة لديك، لافتة الجنازة. سأكون حريصا أن يكون اسمك أيضا هذه المرة فوق تكريما لك. صباحا وهو نائم في قبره سمع ضجيج، يعني حد كان مرا من هناك. أدرك من بعد أنه يعني من الكلام الذي كان يعني يسمعه أدرك أن هناك شخص معروف هو الذي يريد شراء قبر. أخبره أنه يمكن أن يبيعه القبر الذي يملكه حاليا. دانكو كان الرابور الذي يعجب جيفانغ وابنه. أخبره أن صديقه معجبا به، فأعطاه تذكرتين لحضور حفل سيقيمه قريبا. جيوي ذهب للمدير القديم للشودالي، طلب منه أن يسجله في الجولات للمصارعة الحقيقية، وأنه يعني يستطيع أن يكون رابحا في هذه المباراة. كان مدير تشودالي عنده مشكلة في المحاسبات، فالسيدة التي تعمل له الحسابات كانت قد ولدت قبل الأوان. جيوي عمل له كل الحسابات بسرعة، فوافق بعد ذلك مدير تشودالي أن يساعده. جيوي بعد ذلك ذهب لدانكو مغني الراب، قال له أن يساعده في أمر ما. تشودالي وصلته استدعاء، ذهب من بعد ذلك ليتدرب على المباراة. جيوي أعطى لابن جيفانغ التذاكر لحضور حفل دانكو وورقة فيها رقم التليفون ليتصل به. جيوي بعد ذلك ذهب لتشاي بايهوا، قال له أنه دائما يشجع على العمل وعلى أن يكون غنيا، وأنه لا يملك المال الكثير ليساعده ليحقق كل ما يريد، لكن نيته كانت دائما أن يساعده. فأخبره تشاي بايهوا بالمقابل أنه المال ليس هو كل شيء، لأنه صداقتهم يعني تفوق المال وكل شيء. نيو صاحب المطعم قرر أن يبيع المطعم. أخبر جيوي أنه تعب من العمل لكل هذه السنوات وأنه يريد الاستراحة. جيوي كان حلمه أن يفتح مطعم، لكن نيو قال له أنك لا تستطيع لأنك بخيل. في الصباح عندما فتح نيو باب المطعم وجد الأصدقاء 3 ينتظرون جيوي أمام المحل. المهم جيوي كان قد عمل 3 خطط أخرى ليصلح العلاقة بينه وبين أصدقائه. الخطة الأولى جيفانغ أن يقربه مع ابنه. جيوي ذهب لحفل دانكو وطلب منه أن يصعد أمام الجميع ويقول لهم أنه هناك معجب به يتعلم الراب لأجل ابنه. الخطة الثانية أن يدخل شودالي في معركة قتال حقيقية، لأنه كان حلمه أن يحقق هذه التجربة ويعيشها في الواقع. بدأوا في تشجيعه لذلك. الخطة الثالثة تشاي بايهوا أن يعرف أن زوجته لا زالت تحبه، لذلك كان قد ذهب وتكلم معها وأخبرها أنه بايهوا دائما يحس أن هناك نقصا فيه. جيوي طلب من وانغ من الورود، أرسلته له مع توصيل. في حفل دانكو بدأ يغني كل شيء على ما يرام، إلى أن أخبرهم في الأخير أنه يريد تقديم جيفانغ للجمهور، وأخبرهم أنه جيفانغ تعلم الراب من أجل ابنه. صعد جيفانغ وغنى، كان الكل فرحا ومتفاجئا لأنه أول مرة يسمعونه. ابنه كان مفتخرا به في تلك اللحظة. في الحلبة تشودالي والخصم الذي كان معروفا شارك فخسر، لكن أصدقائه كانوا فرحين به وشجعوه. زوجة بايهوا شكرته أمام الكل الحاضرين في الحفل الذي كانت فيه، وأخبرتهم أنه هو المساند الأول لها في نجاحها. أعطته باقة الورود. جيوي كان بذلك قد حقق خططه 3.
رجع للمطعم لينام. هناك التقى بأصدقائه الذين أخبروه أنهم اشتروا المطعم بالمال الذي كانوا قد وجدوه، وأن زوجة تشاي بيهوا كانت قد ساعدتهم لإتمام المبلغ. بذلك كانوا قد حققوا له أمنيته أن يكون له مطعم. جيفانغ اقترب بعد ذلك من ابنه كثيرا. دالي بدأ يقوم بتمارين كثيرة لأنه يرغب بإنجاز معارك أخرى للقتال. كل الأصدقاء كانوا قد ساعدوا جيفونغ في المطعم، وانغ كذلك كانت تساعدهم في المطعم، وبدأوا العمل جميعا.